السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعرف نبيك. غزوة حمراء الأسد. الغزوة دي حصلت في السنة الثالثة من الهجرة. ايه ده ما كانش فيه فرق ما بين غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد. ليه الكلام ده؟ هما المسلمين كانوا لسه فاقوا من اللي حصل في غزوة أحد. الغزوة دي كانت ليلة الأحد 8 من شوال سنة 3 من الهجرة. حمراء الأسد بيبعد 20 كيلو متر من جنوب المدينة المنورة، وكان أهم السبب من أسباب الغزوة دي هو اللي حصل في غزوة أحد. مطاردة قريش ومنعها من إنها ترجع علشان تقضي على المسلمين، وعلشان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الروح المعنوية عند المسلمين بعد اللي حصل في غزوة أحد. بس كان في كتير قوي من الصحابة لسه ما فاقش من اللي حصل في غزوة أحد، وكان أكتر الصحابة لسه بيهم جروح ولسه بيداووها. حتى النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو كان مصاب، شجت رأسه في غزوة أحد وكسرت رباعيته، حتى كتفه ما كانش سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل لكل قوم إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بطلب أعدائهم، يعني إن هم يخرجوا علشان يغزوا قريش. بس في حاجة مهمة جدا جدا في الغزوة دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن محدش هيخرج منهم من اللي تخلف في الغزوة اللي فاتت. يعني اللي تخلف في غزوة أحد مش هيخرج معاهم في الغزوة دي. يعني بمعنى أصح اللي سابنا في الغزوة اللي فاتت بمزاجه وعاوز يخرج الغزوة دي مش هيخرج. النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا بلال إنه ينادي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج معنا إلا من شهد قتال الأمس، يعني في غزوة أحد. هل في حد خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشهد غزوة أحد؟ واحد بس، هو سيدنا جابر بن عبد الله. راح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ألا يخرج معنا إلا من حضر قتال الأمس، وهو قد تخلف عن رسول الله. بس اسمع بقى العذر، والعذر بتاعه انه كان ليه اخوات بنات فقط وهو الولد الوحيد، وابوه قال له لا ينبغي لي ولك ان ندعهن ولا رجل عندهن واخاف عليهن، يعني هما الوحيد وما فيش راجل معاهم، هو خايف عليهم. وخرج ابوه واستأثره الله سبحانه وتعالى عنه بالشهاده، ونال ابوه الشهاده، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في الغزوة دي. نيجي بقى في الأحداث بتاعت الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه، وأمر الصحابة إن كل واحد فيهم يجمع الحطب بالنهار علشان يشعلوه بالليل. فلما جمعوا الحطب أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن كل واحد يشعل موقد من الحطب، وكان أيامهم إن كل مجموعة يشعلوا نار حطب ويقعدوا يدفوا فيه. طيب في الغزوة دي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكده ليه؟ علشان يوهم المشركين أو يوهم اللي بيشوفوا النار بتاعة المسلمين إن عدد المسلمين كتير جدا، فلو كل واحد عمل موقد نار وهم ظنين إن كل مجموعة موقدة نار هيفتكروا إن عدد المسلمين بقى أضعاف مضاعفة منهم. ومر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أناس راحوا للمشركين لأبي سفيان وقالوا له إن محمد وأصحابه خارجين وناويين للثأر وشكلهم ما بيوحيش إلى خير أبدا. وكل ما يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حد ويروح يقول للمشركين كده، المشركين يزدادوا خوف، لدرجة إن أبو سفيان أمرهم إن هم يرجعوا تاني لمكة خايفين، هربوا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن هم رجعوا لمكة، رجع النبي صلى الله عليه وسلم تاني المدينة ولم يحدث قتال.